السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم فيديو جديد في قناة نكهات وحكايات. ان شاء الله بعمل لكم الكشري الاصفر العادي بطريقة سهلة وبسيطة جدا. الاول بجيب الرز وبنقيه، وبعدين بجيب العدس، وبعدين بنخلطهم على بعض. لازم بنقي العدس تنقية كويسة جدا، وبنقي الرز تنقية كويسة جدا. بنحط الرز الاصفر، بنحط العدس الاصفر على الرز ونقلبه، وبعد كده بنغسله. بعد ما نغسله غسله حلوه بنروح جايين ضايفين عليه معلقه ملح، بنزوده ميه زي ما احنا بنزود الرز. طريقته سهله جدا. المكون السحري بتاعه بقى الكمون اللي بيخلي ريحه جميله، وريحته بتبقى حلوه. وبنحط كمان شويه بابريكا علشان يعززوا لون العدسايه بيبقى لونها مصفر كده وجميل. اللي مش عنده بابريكا مش مشكله، واللي مش عنده كمون برضو مش مشكله، ممكن تكتفي بالملح. المكون الاساسي بقى في الكشري الاصفر ده الزيت اكتر من السمنه. يعني أنا لو هتحطي مثلا 5 معالق زيت ومعلقه صغيره سمنه، بس هنحط الزيت. بعد ما حطينا البابريكا والبتاع الكمون والملح على الكشري بنحط زيت كتير، عشان العدس بيحب الزيت الكتير. وبنحط معلقه سمنه صغنونه خالص، او لو مش عايزين تستغنوا عن السمنه مش لازم سمنه، بس انا بحب احط معلقه سمنه صغيره. بنقلبه ده تقليبه حلوه، وبعدين بنعلي عليه النار، وبعدين بعد كده بنهدي، وبعدين اصور لكم في الاخر. دلوقتي الكشري غلي وهنوطي عليه ونقلبه تقليب. بعد ما قلبناه بنسيبه على نار هاديه لعند ما يتشرب، وبعدين بيستوى بيكمل سواء ان شاء الله. وده شكل الكشري الاصفر الجميل المفلفل بعد ما خلص. كده بقى هنطفي عليه، وهنعمل جنبه طبق السلطه الجميل، مع جنبه بيض، جنبه بتنجان مقلي، جنبه فلفل مقلي، جنبه بطاطس محمره. هو ده الطبق الكشري. جنبه كشري بنعمل جنبه كده، وبألف هنا وشفا.